الكريم، ولكن هذه الابتلاءات كلها لماذا لم تقضي هذه تقضي العمر كله في مصر؟ استفدني والله هو اختياري، والله أنا أحب مصر جدا وأسعد أيام حياتي بقضيها مصر، لكن ماذا أفعل؟ يعني أضيق عليه، يعني ما كان مسموح لي أن أقول كلمة. يعني يكون رب العالمين شرح صدر الأستاذ إبراهيم نافع على أثر لقاء تلفزيوني في الجزيرة في دور بعث مندوب في بريطانيا، والله جاني إلى مكتبي يقول الأستاذ إبراهيم نافع يرجوك أن تقابله وأنت بدأت بنفسك. لما قابلته بديك صفحة كاملة في الأهرام، هذا بداية 2001 أنا بدأ الناس يعرفوني، وأنا خريج 1955 ميلادي، وكان نفسي أبني مدرسة علمية في مصر كما بنيت في بلاد أخرى كثيرة، لكن لم أفكر من ذلك. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا عن ذلك الخير. لا نحسن بارك. ما يصح غرس الدين. طبعا ظاهرة الاحتباس الحراري حقيقية، ومعنى الاحتباس الحراري أن الجليد فوق سطح الأرض ومن الجبال يبدأ بالانصهار. ماذا ينتج عن هذا الانصهار؟ رفع مسؤول مياه البحار في الأرض. الدلتا مهددة والساحل الشمالي مهدد، وعلينا أن نفعل يعني ما بطاقتنا لحماية الدلتا. خلق الإنسان من طين ممكنا التفسير إذا تفضل. طبعا عشان أجيب على هذا السؤال لابد أن أقول قاعدة الإسلام الإيمان بأن الله تعالى قادر على كل شيء. يعني الله لا يقف أمام إرادته عادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. ثانيا لما شوف أن الطفل حينما تحمل به ويعيد شفرة رفيع نصفها من الأرض والنصف الآخر زيتون، ودي تنتهي إلى آدم وحواء عليهما السلام، وآدم مخلوق من طين، فحتى الشفرة الوراثية هذه فيها بقايا هذا الطين الذي خلق منه آدم. وبعدين بيتغذى على إيه؟ دم أم، والدم جاي من الغذاء، وغذاء جاي من الخضار والفاكهة واللحوم، هذا كله جاي من طين الأرض، فيتغذى على طين الأرض ولكن على عناصر يختارها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. ولد الطفل يرضع لكم ولبن الأرض قادر من ذلك، وغذاءه مستمد من عناصر الأرض. فأبوه بدأ يأكل بيأكل من مكان الأرض من عناصر الأرض، لما خلاص انقضى بيأكل جسده من عناصر الأرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة خبطنا من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحسن. ما رأيك رجل مشروع أمر تنمية؟ طبعا مشروع جيد، فروح بلد الطلابي أنا درست في هذه الكلية المباركة يعني عام 55 56 ميلادي أو فوق ذلك، يعني مشروع جيد، لكن طبعا الامتياز ينقل فيه أولويات حتى يحدث أقصى مصر على قدمين إن شاء الله. ما هو رأيه أن كنت ضيعنا مكان كلية العلوم العلماء في مصر ضياع حقوق الله جميع الاتحاد الإقليمي جميع الحاكمين. طبعا احنا في بداية عهد جديد يحتاج إلى كل شيء، يحتاج إلى الإخلاص والتضحية والعطاء والبذل، ليس وقت المطالبة بالحقوق الآن. أنا أتمنى كل من له حق ينتهي الآن من أجل بناء مصر، لأننا في فجر عهد جديد إن شاء الله. قال تعالى بينهم وبرزخ لا أدريان. طبعا أنا عرضت صور كده فقط شيء منه، يعني معروف أن الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح. حينما يصب نهر النيل في البحر المتوسط يجري الماء المالح ليس كيلو متر دون أن يمتلئ امتلاكا كاملا لماء البحر. ليس هذا فقط، بل درسوا ذلك وجدوا أن البحر الأحمر مياه مغلقة بشكل مغلقة، لو لوحتها أعلى كثافتها أعلى لما تدخل بحر العرب ينزل تحت مياه بحر العرب بمسافة كبيرة في العلم دي.
وكذلك الإجابة الطارئ. فمن طلاقة الخطبة الإلهية أن الله تعالى جعل الماء هذا السائل اعتبره أعظم مبين تعرفه. هذا السائل العجيب يلتقي دون أن يفلج امتزاجا كاملا بناء على صفاته الطبيعية والفيزيائية، وأن الله تعالى قد مايز الماء في المحيطات رأسيا ومضيا، يعني رأس العمود ماء عند خط الاستواء في أي محيط من المحيطات، أي كل المناطق المناخية ممثلة فيه. وهذا من طلاقة القدرة الإلهية حتى يعدد لنا ربنا تبارك وتعالى البيئات التي نحتاجها مختلف أنماط الحياة. التغيرات المناخية طبعا متفق معنا 100% من آيات الله. إذا كتب الورقة اللي بتمنى يعني حكومة دي أحسن منكم من الخط. خط الناس اعتمدوا على تطبيقها كتير فيبقاش الخط. لا، أنا عايز كل طالب مثقف وكل طالب مثقفة أن يحسن تنمية الخط، لأن الخط بيعبر عن شخصية الإنسان حقيقة، ما بقاش تكفي فراش يعني. أنا أقول يعني أمر معين، أنا والله ما أصدق طلابي ذلك يعني ما أقول بضرورة تحسين الخط. فالسؤال بشكل يا جماعة اهدوا شوية الناس اللي بتتحرك. الخط الجيد يعبر عن شخصية الإنسان. الخط بتاع الخلط طيب يعني طبعا نستخدم الفراكين صاحب السؤال او صاحب السؤال كيف نخرج الفراكين في وسط المياه. الشاعر العربي القديم كان يقول: ومكلف الايام ضد طباعها وتصنفهم في الماء كالمتمال. والاستحاله لان الاقي الميه فيها كم نار، لا لانه الماء والنار يلتقيان، لا الماء يطفئ الكرام ولا يترفع الكرام. ايه علمنا يقول لنا ان كل محيطات الارض واعمال بحارها العميقه قائم على خصوص ارضيه عميقه. خشب الارضي هذا تتراوح اعماقه بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر. قشره الارض تحت البحر 5-8 كيلومتر. رقم الخارج يخترقها سطح 65 كيلومتر، فيخترق هذا الخلاف بالكامل ويمر بنقاط الضعف الارضي الذي فيه تصفر في حاله مدينه شبه مصايره فتتصفر مليء الاقطار. تطلع صار بخر الماء قليلا، يطلع الماء الى الماء فوق باله، بخر الماء يتكثف يعود، يبرد الصار قليلا، ملايين من الاقطار تنتفع من جديد، فتبقي هذه الظاهره قائمه شهاده على طلاق القدر الالهيه. الشعب الان مطالبه بالماء الجوفي الوجود وكان بيعتبرها بحاجه. هل المياه الجوفيه في مصر تكفي الصحراء زراعه؟ اولا تعبير المياه الجوفيه تعبير خاطئ. اقول المياه تحت السطحيه. لما جوف الارض درجه 6000 درجه مئويه، ما درجه مئويه جوفيه، لا يوجد المياه. اقول المياه تحت سطح الارض، يسموها اندر جراوند ووتر، الماء تحت سطح الارض. ما حدش يقول مياه جوفيه. تكفي نعم السعوديه وصحراء كبيره رب العالمين زودها، ولا درس طبعا مياه جوفيه في السعوديه، يعني اقول جوفيه يعني تخطوني المياه تحت السطحيه السعوديه، يعني صحراء رب العالمين 12 خزان مائي. كل ما تحرك من الغرب الى الشرق اي خزان جديد، غرب الشرق خزان جديد، 12 خزان مائي فيها مياه محصوله من 85,000 سنه، تكفي لزراعه السعوديه 100 سنه، وربي يجددها مع ماء مطر سنوات. صراحه واسعه جدا في مصر، يمكن اعمارها بثلاث. أن نأخذ أجر وثواب بعد استئناف هذه الكلية، يعني ايه؟ أو المعتقد حسنوا خطوا تذكروا هذا فيك والله يا أخي في الله توصل يشتغل خط الخط الخط واحد
كده. الله يرضى عليك. انا برضه نظري ضعف شويه يعني هتضغط عشان على مرات يقول ايه؟ نعم جميل. طبعا هنجاوب عن هذا المكان من السؤال. وطبعا اي دراسه جاده يوجب عليها الانسان. يعني الناس فاكره ان الدراسه التي يوجب عليها الانسان هي بس الدراسه الشرعيه. لا، طبعا الشرع فوق رؤوس، لكن نحن كمسلمين مطالبين ان نتفوق في كل مجال. لا يجوز ان يكون في مجال في خير للناس واحنا مؤمنين في هذا الموضوع كله. طبعا اعظم انا عايز افيد ديني دراسه العلم. والله يعني خدمات دراسه الجيولوجيا والكيمياء خدمه كبيره من اهم حاجات الكريم هذه التفاضل كوكب اخر من كوكب مش عارف ايه. لا ازاي فضل الارض مش خالص بطالب علم يعني خلاص اسمعوا الخلاصه الخطبه الشرعيه ان الله جعل من كل كوكب وخلق لا يخاف ابدا ولا تشرب فيها الخمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. زي ما بيحصل هم اللي قالوا ان مثلث حجر الارض. طبعا الغربيين لا دين عندهم، يعني لا تتخيلوا ان الناس هم مسيحيين ولا هم يهود. هم والله بين الكفر والشرك. وبعدين الشديد لا يشكل وزن عندهم ما كانوا قيمه عندهم. من هنا اي تغير كوني بيحب من سنتين ثلاثه فلكي امريكي من اخطر الماني شوماخر وضيف الصراحه ايضا شوماخر بيتم الشغل في الفلك شوماخر على شوماخر. فالشوماخر يعني بالفن يعني شو بيكر يعني شوماخر فن هذا قال في مثلث حجر الارض. فراحوا مئات من الناس انتحروا في امريكا واوروبا. انا كنت في كاليفورنيا وقتها والله مئات انتحروا انتحار جماعي. ليه؟ نادي ثقه بالله، خايف من رهبه الاخره، عنده احساس انه مش هيقدر يتحمل. في سويسرا 42 راجل وامراه انتحروا فيهم قريه واحده مدينه واحده. نحن كمسلمين نؤمن ان لهذا الكون اله عظيم يحفظه حتى ينتهيه بإرادته. ما في ظاهره كونيه حتنهي هذا الكون يعني. طيب هو طبعا الارض كان السؤال بيقول ان الارض زي خلق الانسان في ضغط داخلي الارض المسافه كلها. اللي ما يعرفوش كثير من الناس ان الارضين السبعه كلها في ارض العالم، ولم يعلمنا ذلك الا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث جنة عن الظلم يقول من اختصر شبرا من هذه الارض طوقه يوم القيامه من 7 أرضين او خسف به الى 7 أرضين عشان ما حدش يجي ابدا، ما حدش يجي في حياته عشان ظلم. لا ظلم ظلمات يوم القيامه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اي هزه ارضيه طبيعيه او صناعيه ترسم لنا الفواصل بين هذه الارضين السبعه. كان عندي محاضره امس يعني عن الارضين السبعه سواء 7 أرضين 7 القران والسنه. ان شاء الله نفتح فرصه للتفاعل الكون. الكلام ده في اي هزه ارضيه طبيعيه او صناعيه ترسم لنا الفواصل بين هذه الارضين السبعه بس شديده. نقطه صلب ذاتيه اغلب الحين والنيكه، ثم نقطه زائد اغلب الحين والنيكه، ثم 4 أرشحة الرماخ الصيام الصحيح الداخل الخارج، ثم الغلاف الصحيح الأرض. 7 أرضين كلها في داخل أرض العالمية. ولذلك نقول أن الأرض إساءة طبعا تتلايق فيها طبقات زائدة وطبقات جامدة حتى تكون الحركة يعني دقيقة موضوعة.
كيف لا تفقد مياه زمزم حتى اليوم؟ آية من عند الله سبحانه وتعالى. مجرد وجود ماء زمزم أو مياه زمزم معجزة معجزة لا يستطيع أحد أن يوصفها. هل هناك احتمال وجود غيرنا في هذا الكون؟ طيب أحكي لكم قصة ثانية معنا في الطويل أخواتي معنا. في شهر يناير الماضي كان عندنا مؤتمر في الرياض. المؤتمر كان عنوانه التنافسية الدولية، وكان معد له وعدة عظيمة، لجنة في أمريكا ولجنة في بريطانيا ولجنة فرنسا ولجنة السعودية. لما اتصلوا بي تعليم المؤتمر السعودي، أنا مؤتمر عن اقتصاد الجديد ورجال أعمال. قال والله احنا عندنا جلسة عن الذكاء خارج الأرض، وعايزين تشرح لنا رأي الإسلام في هذا الكلام. هل في ذكاء خارج الأرض؟ طبعا. ربي أكرمني عملنا العمر الأول ورحنا من جدة إلى الرياض. لذلك كنت جمعوني مجموعة من كبار الفلكيين عن اقتصاد العالم. منهم واحد من شوكاكو صاحب نظرية الأوتار الأخيرة بتاع أصل الكون، هو بريطي الأصل ياباني. سألتهم يعني قال لي إيه؟ فأدركوا إنه عايزين يورطوا الدول العربية في الإنفاق على أن تحت على الذكاء الخارجي. سموه إكسترا كونفكشن انتليجنس. والجيمان واليوكوز والعالم الطائرة كل الوقت. هذه الصوتية الثالثة تقول إيه؟ أنه لا مفاجأة من عملية مكلفة تكاليف بعض والذكر. جدا المحاضرة بتاعنا مش فاكر هذا الرقم يقول سنسلم على هؤلاء الناس بعد 10 سنوات يدا بيد كده السبيل عليه. خلاص كانوا وصلناهم من الآية القرآنية الكريمة على كلام الآية القرآنية الكريمة هنعرضهم عليه بعدين. وبدأت المحاضرة أقول لهم أن التنافس عمل عظيم لأنه يساعد على إبراز أفضل ما عند الإنسان. فالتنافس شيء طيب، لكن يؤسفني أنكم حققتم دائرة التنافس ودائرة المادة. والإنسان ليس مادة فقط، الجانب الروحي والنفسي والعقلي والإنساني في الإنسان أهم بكثير من الجانب المادي. فيا ريت توسعوا الدائرة شوية حتى تستطيعوا أن تكونوا الإنسان الصالح، ليس فقط الإنسان الناجح. تقول نجحته الدين والتقدير ايوه، يعني عملت عمل عظيم نقدره ونحترمه ونقيمه، لكن في نفس الوقت انهزمتم انسانيا وتراجعتم دينيا واخلاقيا وفجرتم سلوكيا، والسبب انكم نميتوا الجانب المادي في الانسان وتركتوا الجانب الروحي والعقلي والانساني. قد نظرينا لنمي الجانب ده هو الخطوه الوحيده في القران. علينا ان نقرا القران الكريم لأن الصورة الوحيدة لكلام رب العالمين الموجود بين أي الناس. قلت لهم أنا أؤمن إن أي لغة العالم لم تستطيع أن تحمل جلالة الربوبية الذي نراه نحن معشر المسلمين في النصر العربي. وبالرغم من هذا أنصحكم أن تقرأوا القرآن ولو بترجمة حتى تدركوا الفارق بين كلام الله وكلام البشر. وقلت لهم أنكم تفتكروا أنه أدركتم أو تخمنوا أن فيه تأثير بالحرام. سموه اكثر تذكر يكون. فالقرآن تلقوا ذات الروح السبب. كنت بضمور الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك على السورة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. والضمير فيهما يعود على السماء والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إذا شاء قدير. وقلت له أن نحن بالآية أننا لا نقابل هؤلاء نفس الجزء قد نراهم في الآخر إن شاء الله. القرآن يقول كده وهو على جمعه إذا شاء قدير. فلقيتم يا معشر الآدميين لن تستطيعوا جمعا، الله هو الذي هيجمع. فكانت تشوفوا وترى وقتكم وجلدكم وأموالكم وأموال الآخرين بالتحت وراء كلام فارغ يعني. والأرض مليئة بالفقر والمرض والتشدد. هذا من لا ينفق على الأرض كالحيث وليس الذي يكون فيه. That you are wasting our time, money and effort to the secretary. You are wasting not only your time, money and effort, but the time, money and effort of the other. صوت يا جماعة. لا صعب أكثر. أقول عرفنا الوجوهكم يعني من كبار الفلكيين في العالم. وتعلمون أن علم الفلك
يعني أكثر العلوم أخذت في العلم. وبالرغم من هذا يعترف علماء الفلك لأن كل ما نراه بكل تلسكوبات الأشياء خارج الفضاء أقل من 1% مما هو موجود. يقولون كل ما يراه الفلكيين أقل من 1% مما هو موجود في الخارج. كده معقول. ويقولوا أعظم قضية في مسائل الفلك خلق الكون وإثناء وبعثه إنه معروف جواب عليه. أجاب على الفرنسيين 5 آيات. ويخرجوا 5 آيات عربي والنص عربي وإنجليزي وبصورة يعني. فأصارت الكلمة جدل طويل في المقابل. وجاء طبعا كلمة راس من يقول عن معانقة تأخذوا بتبعوه ساعتين واحنا نسمع. ونسيب لأنه السجل صعود مهم. لكن أمر هذا الأمر أنا رجعت من هناك ثاني يوم أيام هذه الثورة المباركة. يعني قبل ما كان مؤخرا ثورة قبل 25 أنا وصلت 26. وأنا بقرأ أضيف كوكبة للصورة الأمريكية تقول سيدة المطر. بقرأ الأمر لا يعني يعني إحنا في الثورة الخارج. وفي هذه السيدة فرق مو بجد عليه. قالت لي أمتع ما سمعته في حياتي ما سمعته في المطر. لأن كنت بالرفع نعم. كان يسأل لنا عن الموضوع. قال تعلم أن الإسلام صورته مشوهة عندنا والقرآن صورته مشوهة عندنا. فقالت أول مرة أسمع أن القرآن فيه هذا العلم. لأول مرة أسمع يعني أن القرآن فيه هذه السماحة هذه القوة الإسلامية. تعرف الآية على عرض الإسلام كده كل صوت. الإسلام يبدأ فيه إلى كل سنة وكده غدا أبعث الكتاب فيها ما يعرفه بالإسلام وهبعثه 10 كتب من اللغة الإنجليزية عن العلم في القرآن. فكرت 1901 لأعقدتها جابت لي هدية صغيرة كده وقلت فلاشة زي الآية اللي قلت أنا عايزة الفلاشة اللي عليها في البيت. فكانت ربطت لي إطاقتها زي بها المستشارة القوية لرئيس وزراء. والله يعني أنا تناقشت مع أجانب كثيرين ومن علي الله بالإسلام عديد من الناس. لم أسمع إنسانا من الغربي يتكلم عن الإسلام بهذه العاطفة أبدا. ومن يومها تراثي بدأت الإيميل حقيقة تقرأ بنحو عن الإسلام مما يؤكد لنا على أن بالرغم كل المشاكل لا زال بأيدينا سلاح من أنظر السلاح. لو أحسننا توظيفا لفتح الله الدنيا أمامنا بالأطراف وهو سلاح الدعوة إلى الله والكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السليم. التحليل إن شاء الله. يعني أو أحسن إقامة مشروع للإعداد العلمي أو الجمع العلمي جمع العلم والدين. أنا عمري هذا من 70 سنة مرة فيكم تعلمون فيها كيف وفقت بين الجمع العلم الديني والعلم الدنيوي إثناء شعب السيد رضي الله. كيف كنت تبات طبعا أنا بفضل الله وكرمه أفضل ساعات إنتاجي هي ما بعد الفجر. لأن أنا أقول قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 صباحا أفضل ساعات إنتاجي. فخلصوا على صلاة الفجر. على الفرق غيب لا يعلمه إلا الله. غيب حياة القبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب إلى روضة من رياض الجنة أو أفضل أفضل من العام. ما تفسير عرش الله استوى على الماء غيب. إلينا نقول القواعد الغيبية غير مطلقة لا تدخل فيه. ما سبب وجود عملين طول النهار تتحركوا وتروحوا هذه الجماعة على كوكب المريخ. وبعدين أن العنصر الوحيد
الذي سمى ربنا تبارك وتعالى باسم سورة الكريم والحديث. وهذه السورة الكريمة يقارن فيها الآيات إنزال الحديث بإنزال الرسالات السماوية. فقال ربنا تبارك وتعالى: وأرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. الحديد أكثر العناصر انتشارا في الأرض. نسبة الحديد في الأرض تقدر ب 35.9% من كتلة الأرض العظيمة المقدرة 6000 مليون طن. الأرض فيها أكثر من 2000 مليون طن حديد. ما كان أحد يتخيل أن هذا الحديد قد أنزل إنزالا، ولذلك جميع المفسرين قالوا أنزلنا هنا إنزال بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا. ما كان أحد يتخيل أنه أنزل إنزالا حديديا، ولكن بعد دراسة الشمس اتضح لنا أن الشمس لا يتخلف ساكنها الحديد. طب الأرض موصولة بالشمس، يعني من أين جاء الأرض الحديد؟ لاحظ العلماء القول عليه قصة طويلة أن الحديد لا يتخلف إلا إذا بدون علاقة قدر الشمس عدة مرات، وفي لحظة انفجار هذه بدون علاقة سموها سوبر سونيك العملية الانفجار، وفي لحظة الانفجار سموها سوبر نوفا المشتعل الأعظم. عملية الانفجار النووي التي تجري انفجار النجوم والتي يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى مختلف صور المادة والطاقة هي عملية مطلقة للطاقة سموها استنتاج الانفجار. كيف عند الحديد عندما يتحول قلب النجم الحديد تصبح اندوثيرم انفجاري تفاعل مستهلك للطاقة، فالنجم يحتاج الفراغ وإغلاق هذا فقط تبع فينزله ربنا تبارك وتعالى في القدر الذي يعلمه على ما يشاء ربنا تبارك وتعالى من أجرام هذا الكون. هذه الحقيقة دفعت العلماء إلى الاعتقاد بأن الأرض حينما انخفضت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليست شيء أقل من الألمنيوم السيليكون. والغريب أن كل الكواكب الخارجية بعد المريخ طبعا كواكب خارجية كواكب الرماد، كأن الله سبحانه وتعالى أعطاها ليذكرنا بمبدأ الأرض. ثم أنزل الله الحديد كما كان للناس في الآية. الحديد بحق الكثافات العالية اخترق كون الرماد هذه واستقر في قلبه. فالله بيكون عنده جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويخلق فجأة تتحول هذه الطاقة إلى حرارة وظهرت هذه القوة وما يدها إلى 7 سنين. وثبت علميا بأدلة لا تقبل الرسل أن كل الحديد في أرضنا بل في المجموعات الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا. ويعتبر الإنسان على هذه المنظر القرآنية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: من قبل 1400 سنة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنا كيف عن سمعون شعر اليوم على يد السيدات. وجزاكم الله خيرا. هذه نقطتين أحداث حد طلب الحد الدكتور الزغلول يعني حاجة رمزية تكون ويمكننا أن من قصة الأمل وأستاذنا الدكتور زغلول نصار الدكتور أسامة يحيى رائد الأسرة يبدي بدء قصة الأمل لأستاذنا الدكتور زغلول نصار.